رسميا النادي الأهلي بيتفاوض مع باك شمال عالمي. باك شمال تشوفه كده تقول مثلا حاجة من ريحة علي معلول. طبعا ما فيش حد هيعوض علي معلول، لكن تقول في ريحة من علي معلول، ريحة علي معلول. لعيب منتخب المغرب، باك شمال منتخب المغرب، سنه 19 سنة. النادي الأهلي دخل في مفاوضات معاه، والصفقة شبه انتهت رسميا. والكلام ده مش كلام أنا، ده كلام اللاعب نفسه. لعيب اسمه فؤاد الزهواني، لعيب باك شمال منتخب المغرب وباك شمال نادي اتحاد طوارق. اللاعب بيقول في لقاء صحفي، بيقول على لسان اللاعب، هو اللي بيقول مش انا. اللاعب بيقول نادي اتحاد طوارق وافق على انتقالي للنادي الاهلي، واحنا دلوقتي في مرحلة صياغة العقود، وان شاء الله في يناير القادم اكون في النادي الاهلي باذن الله. بالنص على لسان اللعيب، مش على لسان انا، لسان اللعيب. الصفقة ده هتكلف الاهلي مليون دولار فقط لا غير. صفقة لقطة من الآخر، هي صفقة لقطة أقسم بالله. أنت دلوقتي هتفاوض باك شمال، باك شمال يكون باك شمال محترم في إمكانيات علي معلول. أنت مش أقل من 2 3 مليون دولار من الآخر. فده هيكلف الأهلي مليون دولار فقط لا غير. فدي لقطة كبيرة. ده لو الاهلي لو جاب الصفقه دي تبقى لقطه وعهد الله. الصفقه شبه انتهت رسميا، وده على لسان اللاعب مش انا اللي بقول. اللاعب اللي بيقول في يناير القادم اكون في النادي الاهلي باذن الله، بالنص. فاتمنى الاهلي يخلص في الصفقه دي، اتمنى ان احنا ننجز في الصفقه دي. وعلى فكره عايزه اقول لكم برضو على نقطه بتقرب الصفقه من النادي الاهلي، بتقرب الصفقه كتير جدا من النادي الاهلي. نقطه ان يستروب مش مقتنع، وهو اللي قايل، مش مثلا انا قلت لك علشان مثلا شفت رؤيه فنيه للمدرب، لا ده هو المدرب اللي قال لك انا مش مقتنع بمحمد شكري الصفقه الجديده، ولا احمد نبيل كوكا. كده كده احمد نبيل كوكا عارفين انه تعبان وكتيان وهفتان، ومش باك شمال ولا لعيب يصلح للعب في النادي الاهلي اصلا. تمام. لكن قال لك انا مش مقتنع بشكري وكوكا. شكري طبعا ده ما حدش يقنعني ان ده شكري بتاع سيراميكا، ما حدش يقنعني ان ده شكري بتاع العرضيات اللي كان في سيراميكا والركلات الحره والاهداف والتصويبات. ما حدش يقنعني ان ده شكري بتاع سيراميكا. ده اتغير خالص. فالمدرب مش مقتنع بشكري ولا احمد نبيل كوكا. والاهلي غلطان انه ما وافقش على عرض رحيل كوكا لقاسم باشا التركي في الموسم اللي فات. فاتمنى الصفقه دي تخلص. لعيب كبير جدا، لعيب عالمي، لعيب تشوفه تقول حاجه من ريحه علي معلول. اتمنى الصفقه تنتهي، ومشكله او ازمه الباك الشمال عندنا تتحل في النادي الاهلي في اسرع وقت.